السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده عملنا بسبوسة بطريقة جديدة حلوة جدا، طعمها حلو جدا. بتمنى تجربوها. ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بأمر الله. معايا هنا نص كوباية من جوز الهند. هنبتدي نحمصها على عين البوتاجاز من فوق. خلي بالنا ان جوز الهند بيتحمص في ثواني، ما بياخدش دقيقة معاكي ويبتدي يلون معاكي بسرعة. لازم نقلب كده بسرعة فيه عشان بيتحمص في ثانية. بصوا، اول ما الطاسة سخنت قوي ابتدى يلون معايا، ما بيكملش دقيقة معايا وبيلون، وبكون مخلصة جوز الهند. بصوا انا معاكم اهو. هو ده اللون الحلو اللي انا عاوزاه لجوز الهند، لان كمان لسه هيقعد في قلب الطاسة فهياخد لون كمان سيكة شوية، فطلعيه فاتح شوية. تمام. معايا نص كيلو من سميد البسبوسة السايب من عند العطار. الوصفة دي ما ينفعش البسبوسة بتاعت الأكياس الجاهزة، تمام، لأن البسبوسة المغلفة بيبقى فيها مكونات آه هما الشركة بتبقى ضايفاها على كيس، احنا بنضيفها على السميد السايب. تمام. حطينا معلقة ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر وكيس فانيليا ورشة ملح، وببتدي بنزل بجوز الهند بتاعي المتحمص، وبنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هنا برضو في نفس الطاسة اللي احنا قلبنا فيها الجوز الهند هنبتدي ننزل بكوباية الا ربع من السمنة، وهننزل بكوباية من السكر. تمام. الحلويات زي ما بقول في كل فيديوهاتي لازم سمنة، بيبقى طعمها حلو بالسمنة، كمان بالذات الحلويات الشرقي. معايا كوباية من الحليب، يا دوبك بندوب السكر وبندمج المكونات مع بعض وخلاص. تمام. خلاص ده بالسكر، خلاص ببتدي انزل بيه على المكونات الجافة بتاعتي. ونقلب تقليب مش عجل، تمام، بالمعلقة كده نقلب بالراحة، ما نعجنش، لان دي حاجة حلوة مش معجنات. تمام. معايا هنا الصينية بتاعتي، اكبر صينية في طقم البسبوسة، بدهنها سمنة وببتدي انزل بالمكونات بتاعتي، ابتدي اسويها كده بمعلقة. تمام. بصوا تحسوا ان هي لسه مخرفشه شويه، لازم نسويها. بالنسبه لسمك البسبوسه يا ام محمد، اعرفه ازاي؟ بتغرزي كده صباعك، السمك بتاعها بيكون نص عقله الصباع، تمام، الاولانيه. تمام. هنا بجيب معلقتين من اللبن وببتدي ارشهم على وش البسبوسه عشان اساوي البسبوسه بتاعتي، واخليها تبقى مظبوطه، مش مشققه مش مخرفشه، السطح بتاعها يبقى متساوي وملمس كده. بصوا زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. معايا هنا انا حطيت البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 160، مشغلة تحت بس. تمام. وبسيبها شغال. اول ما تاخد لون من تحت ببتدي اعمل الشربات بتاعي. الشربات بتاعي كوبايتين ونص من السكر، عليهم 3 كوبايات من المية، عليهم عصرة لو ليمونة كبيرة هتحطوا نص، لو ليمونة صغيرة زي اللي معايا دي حطيت الليمونة كلها. وبحط كيس من الفانيليا بنطعم بالشربات بتاعنا، وبحرك كده السكر شويه دوبه، وبعد كده برفعه على النار. هنا البسبوسه بتاعتي خلاص استوت وخدت لون، ببتدي انزل بالشربات. البسبوسه سخنه والشربات بتاعنا سخن. هي احمرت مني شويه من تحت. تمام. انت خلي بالك في الخطوه دي. هنا خلاص بعد ما بردت انا قطعتها بعدها بحوالي ساعتين. تمام. ما ينفعش وهي سخنة تتقطع،
لازم تسيبيها تبرد عشان تعرفي تقطعيها وتطلع معاكي بالشكل ده. في ناس بتعملها قبلها بيوم عشان تعرف تقطعها وتطلع متماسكه. انا الطريقه بتاعتي دي البسبوسه بعد ما بتبرد خالص بتقدري تقطعيها وبتطلع معاكي حلوه جدا. زي ما انتم شايفين بصوا البسبوسه عامله ازاي، مظبوطه، الشربات بتاعها مظبوط، طعمها كان حلو جدا جدا بجد. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعه البسبوسه المره دي. تحميصة جوز الهند مديها طعم حلو جدا جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.